دكتور مصطفى، هو ايه الفرق ما بين التورم العادي والتورم الليمفاوي؟ التورم العادي اللي هو الإديمة، والتورم الليمفاوي اللي هو الليمفيديما. التورم العادي ده بيبقى ورم جوه الخلية وبره الخلية، والتورم ده بيقدر يروح مع الوقت عامة. ممكن حتى لما نرفع رجلينا سواء في ايد او في رجل، ممكن لما نرفعهم يروح لوحده. وهو كمان بيبقى نون بيتنج، يعني بتيجي تدوس عليه لما الدوسه تروح يرجع السكين تاني لفوق. الليمفيديما او اللي هو التورم الليمفاوي بيكون مشكله اصلا في الليمفاتيك سيستم، الغده الليمفاويه كلها. اللي هي السوائل والبروتينات دي مش عارفه ترجع تاني بالظبط. في المحطات الليمفاويه دي يعني. بالظبط، نقدر نعرفها بحاجه اسمها ستيمر ساين. ده المين سبجكتيف اسسمنت، ده الفيرست لاين. الفيرست لاين ده بنمسك تاني صباع في الرجل، تمام. ممكن اي حد يقدر يعمله في البيت برضو، يقدر يشوفه. لما نعمل فولد للسكين او نرفع الجلد كده، ما يكونش بيروح ويجي معانا، لا ناشف، بيكون ناشف وتخين. يبقى ده كده عنده تورم ليمفاوي. بالظبط. ده لو عايز تعرف ازاي عندك تورم ليمفاوي مع دكتور مصطفى، واحد من 8 جولتين ليمفولوجي ثيرابيست. يعني ده واحد من 8 في مصر اللي بيعرفوا يعملوا تصريف ليمفاوي. يعني جبناه بالعافيه الراجل ده، فنحافظ عليه بقى يا جماعه.